السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ومرحبا. علاء موجود؟ يا علاء ترى احنا داقين الباب. اي بس انا فتحت الباب وبكيفي. يا معود ايش فيكم؟ هاي مسحه مسحك من على وجه القعده، ما تضحك اضحك. اها. على العموم خويا عابرين انا والوالده من هنا وشفنا القطعه واجينا. جيت بوقها ما تسوى، هي قطعه صغيره ترى علينا. خويا ابوك شنو؟ حبيبي انا على باب زواج وجاي ادور لي بيت جديد. مع العلم احنا عندنا بيت كبير بس انا وياه، بس هو يقول الا بيت جديد. يعني عندك امكانيه تشتري بيت وتتزوج؟ بابا ساره شربت. العروسه جاهزه واني شايفت لي بنيه تخبل. صراحه انا ما كنت مفكر بالزواج، بس الوالده الله يحفظها مصره الا اتزوج، وتعرف يعني الوالده ما اقدر اكسر بحكايتها. اي والله اريد اشوف جهاله قبل لا اموت. زين اذا شفت جهاله امامك وين نوديهم تالي؟ اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا. طبعا مثل ما تشوفون البيت قدامكم بناء حديث وبيت مرتب وحلو، يتكون من صحيات واستقبال ومطبخ واربع غرف بس وثلاث جهات خذيهم بعد. ابشرك بالمطبخ عندنا كاونتر تفصال تركي بس وسنك بس والشوربه من عشاء البارحه خذيها، ايش تردين بعد؟ يعني هسه انت حارقه دمك وتسالين وانت كل اسبوع ضاله بالبيت، وبالتالي وديك الدار المسنين. شلون؟ يا ليش يما اياد؟ يما على كيفك، ما لك علاقه بي، ترى اجي احكي بكيفك. وشنو احكي بكيفي؟ شنو احكي بكيفي؟ حجيه روح الدار المسنين، ايش قد تلقين هناك عالم؟ شنو اكو بعض الشباب مع الاسف بس يتزوج يودي اهله هناك، والله شنو مرته تقول انا ما اقدر اداري امك وابوك، زين هو فشو يريد يسوي؟ انا عندي الدليل هسه راح اثبت لك. ابنك هذا شنو بباله؟ ليش يريد ياخذ بيت جديد وما يتزوج ببيتكم؟ وانتم تقول بيت كبير وبس انا وياه؟ لا، يريد يسجله باسمها حتى بعد كم يوم ياخذ الدار المسنين. شو اسوي؟ هذا بيته مو بيدي يا يمه. ها هسه عرفت ليش يريد يشتري بيت وما يتزوج ببيتنا. ليش يما اياد ليش؟ هاي جزاتها. لحظه يما وغمه اسمع، سالفه الزواج شيلها من بالك، ما طول شم الهوى ما تتزوج. يما على كيفك، دقيقه يما.